ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني والله. النهارده بقى هنعمل مع بعض بتنجان مسلوق تحتفظي بيه في التلاجة لمدة شهر، ما يجرالوش اي حاجة معاكي. بصراحة انا شفت ناس كتير بتعمله بس ما بيحطوش اي حاجة في المية اللي بيسلقوا فيها البتنجان. لا، تحطي نص التوابل بتاعتك في قلب المية، لان المية دي هي اللي هسلق فيها البتنجان، هي اللي هحفظ بيها البتنجان في التلاجة. انا هنا جبت بتنجان اهو لسه صابح جميل. اهم حاجه انقي البتنجانيه اللي هي الوسط، ولا تكون كبيره قوي ولا صغيره قوي. حطيت معاها حته بنجر كده، وعصرت معاها ليمونتين وشويه ملح، ونحط ربع معلقه كزبره وربع معلقه كمون وشويه خل صغيرين. هنسيبه كده، مش هنسويه قوي، يا دوب كده نص سلقه، ان انا ادوس عليه بايديا كده ما يتفتحش معايا. هنغطي عليه وهنحط طبق كده ايه، عشان الميه بتاعته ما تفرش ويبقى كله طاير الميه. قيمه يا دوب 10 دقايق بس على النار. هنحط كله كده في الميه، والبنجر اصلا هيديني لون حلو قوي، هيخلي البتنجان يحتفظ بلونه اللي هو البنفسجي ده. هنحط معاه حبه فلفل، عشان البتنجان بتاعنا يبقى كله ايه سوا واحد. نجيب طبق كده ونغطسه فيه لتحت كده. طعم الميه دي اصلا لما بنحط لها كمون وكزبره وخل بيبقى طعمها جميل وريحتها اصلا حلوه بعد ما تسلق فيها البتنجان. هنا جبت الكبه بتاعتي، هنحط فيها كام قرن فلفل، فلفل حامي وفلفل رومي، وحطيت برضه في قرن فلفل اخضر. مش هنحط ملح في الكبه عشان انا ايه مش عايزه التوم او الفلفل بتاعي ان هو ينزل السوائل اللي فيه، انا عايزه الخلطه بتاعتي تبقى خشنه شويه. هو يا دوب هنفرم الفلفل ونحط معلقه توم. التوم انا كده كده عندي في الفريزر اهي، معلقه توم كبيره، وهنفرم الفلفل بيها. وهنحط بقى اضافه من عندنا معلقه كزبره خضراء، بصراحه بتبقى جميله جدا في الخلطه بتاعت البتنجان، يعني مش كتير. ومش هنفرم الخلطه قوي. انا عايزاها خشنه معايا كده، وبعد ما نديها نص فرمه كده هنحط الكزبره الخضراء. جربوا كده طريقه البتنجان دي وهتعملوها على طول. يعني هنا ما حطيتش ملح ولا حطيت اي حاجه، هو الفلفل والثوم والكزبره بس. الخلطه اصلا من غير والله ما نحط اي توابل، ريحتها جميله من الكزبره الخضراء. هنا بقى هنحط الملح. انا هنا عصره 3 ليمونات كده، وهنحط ملح، وهنحط كمون برضو وكزبره ونص معلقه فلفل اسمر. هنقلب بقى الخلطه بتاعتنا دي كويس. وممكن الخلطه دي لو اتبقى منها احتفظي بيها في التلاجة لسمك او لاي حاجه تاني. هنا بقى اللي هيحفظ لك كمان البتنجان، انا حطيت ربع معلقه سكر صغيره. ده البتنجان لو قعد معاكي طول الشهر تاخدي منه مش بيتهري ولا بيجراله اي حاجه، بسبب ان انا بحط ربع معلقه السكر دي. دي معلقه شطه، الناس اللي هتقول الشطه دي كتير، هي الشطه اصلا مش حاميه، يعني انا جايبه شطه مش حاميه قوي، هو ما كانش اصلا حراق ولا حاجه.
وبعدين معروف ان البتنجان المخلل اصلا بيبقى حراق. هنا البتنجان اهو بعد ما اتسلق، ما تبردهوش بقى بميه ساقعه زي ما هو كده. بص انا مسا عليه البتنجان ايه نص سوا، يعني مش مستويه قوي، ما تبقاش مهريه. اللي لقيته استوى معايا قوي انا خدته في طبق لوحدي وحيقته لوحدي، يعني كلناه في نفس اليوم. هنا اهو هنحط الخلطه بتاعتنا وهنرصه في بطرمان، نخلص الكميه بتاعتنا كلها، والميه اللي انا سلقته فيها تكون بردت. بجد الطريقه دي جميله جدا، اتمنى تجربوها. هنا اهو خلصت الكميه كلها، وقشر الليمون اللي انا كنت عصراه حطيته، حطيت معلقه ملح من فوق عشان انا يعني مش حاطه ملح كتير في التتبيله. البنجر كمان بيخلي لون الميه بتاعته جميله احسن من الالوان الصناعيه. غطيه كويس وقلبيه تقليبه حلوه كده، وحطيه في التلاجة عندك في اي وقت بقى، مع الفطار الصبح، مع الغدا، بدل ما كل شويه عايزين ايه حاجه مخلله او حاجه، لا البتنجان عندك على طول في التلاجة. انا بعمله كده على طول. الخلطه دي كمان طعمها جميل. في ده بقى اللي استوى قوي، كام بتنجانيه كده كانوا صغيرين واستوت معايا، عملناه وكلناه في نفس اليوم.